تأثير كل ده على المستقبل، مستقبل هذا الطفل، يعني الشخصية اللي احنا بنطلعها في المستقبل تكون عاملة ازاي من الناحية المالية؟ هو في حاجة مهمة قوي لازم نعرفها كآباء سواء في المالية أو في غير المالية، إنه الطفل في بعض الأحيان بيعمل اللي احنا بنقول له يعمله، لكن في أغلب الأحيان بيعمل اللي احنا بيشوفنا إن احنا بنعمله. فمن الصح ان انا اقول للطفل حاجه اكون انا اصلا بعملها، عشان هو غالبا هيقلدني. فلو الطفل طلع لاني منتبه للحته الماليه، لاني منتبه للمصاريف، لاني منتبه لكل فلوس او كل قرش بيدخل لي بيتوجه ازاي، وان انا مركز في الحكايه دي، هو اوتوماتيكلي هيبتدي يعمل كده زيي. لان دايما بنقول الطفل مش بيعمل اللي انت تقول له يعمله، الطفل بيعمل اللي بيشوفك ان انت بتعمله. فلازم احنا كاهالي نبتدي بينا احنا ونديله المثل والقدوه، لان هو هيقلد تصرفاتنا، خصوصا لو هو في سن الطفوله بيبقى دايما باصص لاهله ان هم دول الرول موديل، هو ده اللي عايز يبقى زيه، فبيبتدي يقلد التصرفات بتاعتهم. طيب ما هي الطرق العمليه اللي ممكن الاهل يستخدموا العيديه فيها في هذا الظرف الان لتعليم الاطفال مفهوم الادخار؟ اوكي، يعني في كذا طريقه، بس من ضمن الطرق اللي انا بحبها جدا هي طريقه اللعب مع الاطفال. ان انا من ابسط الحاجات اللي انا ممكن ابتدي اعلم بيها الطفل حاجه زي كده، في العاب معينه ممكن عن طريق اللعبه يبتدي يفهم الاسس الماليه. يعني كان في لعبه زمان بنلعبها وانا صغيرين اسمها بنك الحظ، هي معروفه عالميا اسمها مونوبولي. طبعا اللعبه دي بدون ما ندري هي فعلا ابتدت انها تحط في دماغنا مبادئ استخدام الفلوس صح. يعني ان انا ببتدي اشتري قطع وببتدي ان انا ابني، ولما ببني ممكن اجر، ده كله بيرسخ بدون ما الطفل يفهم مبدا الاستثمار العقاري مثلا، او مبادئ التحكم في اداره المال، او لو انا صرفت غلط هتروح السجن. بس عارف هذا يعني لما كنا نلعب هذه الالعاب، بس حاليا الالعاب مختلفه تماما، الالعاب كلها تكنولوجيه، بطلنا نستخدم نلعب العاب يعني استراتيجيه. ممكن نحاول ندور على نسخه ديجيتال من الالعاب دي، ما اعرفش ممكن تكون موجوده على الايباد بطريقه او باخرى، اعتقد انها فعلا موجوده او على البي اس. بس حتى لو كان ده بيبقى وقت تجمع عائلي ظريف جدا، ان ليه ما نقعدش احنا كاسره صغيره مع بعض ونبتدي نلعب الالعاب دي. مش لازم كل حاجه تبقى ديجيتال، ومش لازم كل حاجه تبقى سكرين، لان ده برضه بيأثر على عقليه الطفل، فهيعلمه مبادئ الفلوس وهيدينا كواليتي تايم كاسره مع بعض ان احنا بنعمل حاجه مع بعض. طيب ازاي ممكن نعمل نوع من التوازن عشان الموضوع ما يتقلبش للنقيض ويصبح نوع من البخل؟ دي برضو نقطة مهمة جدا، لأنه أنا مش عايز أوصل للطفل معلومة إنه أي فلوس تجيلك شيلها على جنب، وأي فلوس تجيلك ما تستعملهاش وخليها لوقت متأخر. لكن في تجربة حلوة جدا اتعملت مع أطفال صغيرين في سن 4 و5 و6 سنين، بتعلمهم مبدا مش البخل، لكن بتعلمهم مبدا تاجيل المكافاه، الليت جراتيفيكيشن. ان هم جابوا شويه اطفال في مكان ما وقعدوا كل طفل لوحده وقالوا له انت هتقعد في المكان ده ومعاك قطعه مارشميلو قدامك على طبق، لو ما اكلتش قطعه المارشميلو دي واستنيت 10 دقائق او ربع ساعه هتكافئ بقطعه ثانيه وكمان ربع ساعه تاكل الاثنين. وجابوا الاطفال قسموهم ودخلوهم الاوضه دي وابتدوا يعملوا عليهم التست ده. في بعض الاطفال ما قدرتش تمسك نفسها، راحت واخده قطعه المارشميلو واكلاها على طول، وفي اطفال ثانيه استنوا وفضلوا ماسكين نفسهم ونفسهم فيها، بس فضلوا ماسكين نفسهم وبعد شويه خدوا المكافاه اللي هي ضعف اللي كان محطوط قدامهم. لما انا فولو اب ستادي بقى على التجربه دي، راقبوا الاطفال دي، لقوا ان الاطفال اللي مسكت نفسها وعملت مبدا الليد جراتيفيكيشن ده في حياتهم كانوا انجح بكتير، درجاتهم كانت اعلى، حتى جسمهم كان احسن، كان متناسق اكتر، اللي هو مبدا ان انا باجل المكافاه عشان اخد حاجه احسن. فانا يعني مش عايز ارسخ لفكره انه كل اللي يجي لك خليه، لا انت ممكن تخليه شويه، ممكن تستعمل منه جزء، ممكن توزعه صح. يعني هو بس زي ما قلت حتى الآن بس على التوازن ما بين أنه يكون الأمر مش ما نوصلش للبخل يعني، وفي نفس الوقت كمان ما يكونش نكد بالنسبة للطفل بالزبط. خاصة في العيد يعني بالزبط. أنه يكون مبسوط بهذه العيدية اللي جاته، بس يتعلم هذه الأسس في الطريق. شكرا جزيلا ليك استشاري التخطيط المالي فؤاد صدقي على كل هذه النصائح للأهالي في هذا الوقت، وكل عام وانت بألف خير يا رب. شكرا لك. ووصلنا معا الآن لختام هذه الحلقة من برنامج اليوم. إلى اللقاء. بإمكانكم التواصل معنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله. هذا الشيء ممكن يكسر هيدي الحقيقة الصعبة اللي عم يقطعوا فيها، وممكن يساعده مثل ما قلنا يخفف من القلق العام الموجود عنده، وأهم شيء ممكن يكون عم بيرجع الأطفال لشعور إنه الحياة مكملة وإنه في شوي شعور بالأمان. إذا كانت العائلة موجودة بهذا اليوم، مثلا إحنا حنعمل أشياء نشاطات، حنعمل يعني يوم مخصص نحكي عن العيد تحديدا، شو هو يعني لماذا العيد موجود. نعلم أولادنا إن هم يتعاملوا مع
مع العيديه زي ما بنعلمهم ازاي يتعاملوا مع المصروف او البوكيت ماني، لانه التعامل مع البوكيت ماني او المصروف لو متقسم صح ومعمول بطريقه صحيحه ده هيديهم مبادئ لمستقبلهم ازاي يتعاملوا مع الفلوس.